مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطن بفيروس كورونا اليوم. انخفاض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية في جلاس. تحقيق نتائج زراعية جيدة في الإقليم الأوسط بفضل إدخال البذور المحسنة. الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة خيرسون. الصين تهدد واشنطن بدفع ثمن باهظ بعد وصول وفد أمريكي إلى تايوان. وارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في أستراليا والأمطار تتجه إلى سيدني. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص بإقليم عنسبة قد أظهرت إصابة مواطن واحد بوباء كورونا في بلدة حمل مالو. في غضون ذلك شفي أحد مرضى وباء كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9705، شفي منهم 9598 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 4 مرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 2 مارس 2022. سيحتفل بالثامن مارس اليوم العالمي للمرأة على مستوى البلاد هذا العام بتنظيم أنشطة متنوعة مع احترام التعليمات الصادرة لمكافحة فيروس كورونا تحت شعار الثبات على المبدأ لضرورته المرحلية. وأوضحت مسؤولة قسم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية السيدة سنايت محاري بأن الأنشطة بدأت من الأول من مارس بتنظيم سيمينارات وحملات تبرع طوعي بالدم. وقالت السيدة سنايت في اللقاء الذي أجرته مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية أنجز 90% من 33 من المشروعات التي وضعها الاتحاد لتنمية قدرات أعضائه، كما ساعد المرأة المحتاجة بتقديم دورات مهنية حسب الميول وإقراضها مبلغ مالي يقدر بأكثر من 47 مليون نقفة. وذكرت بأن الاتحاد قدم عام 2020 و2021 في إقليمي القاشبركة والأوسط دورة المدربات والنسيج، وفي الإقليم بشمال وجنوب البحر الأحمر قدم دورات مهنية حول أعمال الخزف، كما نظم دورات قيادة السيارة من المستوى الثاني وحتى الرابع لأعضاء قوات الدفاع الإريترية وتأمين فرص العمل. وأشارت إلى تقديم مناحل حديثة ل300 أسرة بالتنسيق مع الشركاء وتوزيع 25 فرخة لكل أسرة من أصل 350 من الأسر، إضافة إلى مساعدة الطالبات وتقديم الدعم العيني والمالي للمحتاجات منهن. فيما يتعلق بالعادات المتخلفة، أوضحت بأن المرأة تسعى جاهدة للحد من تلك العادات، وكنتاج لذلك أكدت الدراسة التي أجريت عام 2010 بانخفاض نسبة ختان الإناث التي كانت عام 1995 95% إلى 33% في الفئة العمرية ما بين 6 سنوات إلى 15 سنة، و12% في سن دون ال5. أفاد مسؤول عيادة ضاحية جلاس بمديرية حقات انخفاض الإصابة بالأمراض المعدية بنسبة 36% بفضل ارتفاع النظافة البيئية المجتمعية بنسبة 94%. وقال الممرض يوناس هبتماريان بأن الجهود تبذل لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، مشيرا إلى تقديم العيادة لخدمات التطعيم ورعاية الأمومة والطفولة والتحاليل والإسعافات الأولية وتقديم الغذاء المتكامل للأطفال. وأوضح السكان بأن الخدمات الصحية التي تقدمها العيادة بالإضافة إلى التوعية الصحية التي يقوم بها وكلاء الصحة في القرى تساهم في ضمان الصحة العامة وزيادة الوعي الصحي. هذا وتقدم عيادة جلاس الخدمات الصحية لضواحي جلاس وإيدامر وإنشناق. ودعا الممرض يوناس هبتماريان لحل مشكلة النقص في الطاقة الشمسية ومياه الشرب الصالحة التي تحتاجها العيادة لتقديم خدمات أفضل. أفاد قسم تنمية النباتات في الإقليم الأوسط بأن البذور المحسنة التي تتناسب مع مناخ وتربة البلاد التي تم إدخالها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية حققت نتائج مرضية. أوضح ممثل مسؤول القسم السيد أبراهام رأيا إنتاج محصول وفير الخريف الماضي من محاصيل الذرة والبقوليات والبذور الزيتية وتخزين بذور محسنة بأكثر من 1700 كنتال، حوالي 90% منها من القمح. وأشار إلى تنمية مساحة 1544 هكتار في الإقليم بالخضروات والفواكه، وجمع أكثر من 13442 كنتال من بذور البطاطس المحسنة وتوزيع أكثر من 8000 كنتال منها للمزارعين، وتجهيز أكثر من 2000 كنتال للتوزيع.
وذكر بأن بذور البطاطس المحسنة توزع إلى جانب الإقليم الأوسط في إقليم عنسبة والقاش بركة وشمال البحر الأحمر، موضحا بأن زراعة البطاطس ل3 مواسم في الإقليم الأوسط ساهم في وفرة البطاطس وانخفاض سعرها. وأشار إلى وجود برنامج لتوزيع 3451 من الشتول المهجنة لفواكه المناخ المعتدل مثل التفاح والأفوكادو والبن وغيرها بأسعار مناسبة، ويمكن الحصول عليها من مشاتل مرحانو وإمبادره. ودعا المزارعين للحصول على الإرشاد المهني الزراعي لتلافي الأمراض والآفات الزراعية وتجنب استخدام المبيدات دون معرفة المهنيين. قام سكان 4 ضواحي في مدينة بارونتو بصيانة الطرق التي كانت تعيق مرور السيارات. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية بارونتو السيد وليوسوس تكئي قيام السكان بنفير لصيانة الطرق وإزالة الأشجار على جوانب الطرق. وأكد مدراء ضواحي السلام وبيارا والعدالة بأن النفير سيستمر بتنظيم أكبر في المستقبل. وذكر المشاركون في النفير استعدادهم للعمل بتفان وإخلاص للحفاظ على نظافة البيئة وإنجاح برامج حماية التربة وحفظ المياه، منادين بحل مشكلة النقص في أدوات العمل. أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى اختيار العداءة الأولمبية الإريترية راهيل دانييل كأفضل عداءة على مستوى العالم في سباق اختراق الضاحية. فقد حققت العداءة راهيل في سباق اختراق الضاحية الذي استضافته البرتغال في 27 من فبراير المنصرم المركز الأول، وفازت بالميدالية الذهبية متفوقة على العداءات الأثيوبيات والكينيات. وبموجب المعلومات المنشورة سجلت العداءة الصاعدة راهيل 1273 نقطة، وبذلك صعدت من المركز الخامس إلى المركز الأول. كما حققت العداء الكينية تشيبوت المركز الثاني ب 1260 نقطة، والعداء الأثيوبية لاكينا ألمباو بالمركز الثالث ب 1253 نقطة مع عدد من العداءات الكينيات. كما فازت العداء الإريترية راهيل دانييل البالغة من العمر 20 عاما في سباق اختراق الضاحية المنظم في 14 من نوفمبر 2021 بالميدالية الذهبية والميدالية الفضية في سباق مماثل نظم في 6 من يناير 2022. وعلم بأن العداء الفائزة بالبطولة الوطنية المنتظمة قبل شهرين ستشارك في البطولة العالمية لألعاب القوى داخل الصالات في 18 من مارس. والعداء راهيل التي مثلت المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو كانت قد توجت بالميدالية الفضية في سباق اختراق الضاحية ببطولة شرق إفريقيا، وهي أيضا عداء صاعدة كسرت الرقم القياسي العالمي في سباق 5000 متر. في غضون ذلك تحتل العداء الإريترية دولشي تسفو المركز السادس في قائمة مراكز العدائين التي أصدرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، فيما يحتل العداء أرون كفلي المركز السادس في فئة الرجال. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. في خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية يخوض الجيش الأوكراني معارك ضد قوات روسية قامت بعملية إنزال، فيما تواصل القوات الروسية قصفها للعاصمة كييف مستهدفة برج التلفزيون، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 من فبراير واشتدت حدته لاحقا. وقال الجيش الروسي أنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كاناشينكوف في تصريحات تلفزيونية أن الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول المدينة المطلة على بحر آزوف بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح من جراء القصف الروسي. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 660 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا منذ بدء الغزو. حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستدفع ثمنا باهظا لمحاولاتها لإظهار الدعم لاستغلال تايوان، والذي تزامن مع وصول وفد من مسؤولي الدفاع الأمريكيين أرسله الرئيس جو بايدن إلى تايبي وسط مخاوف من أن بكين قد تحاول اتخاذ إجراء ضد حكومة تايوان مشابه للهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من مسؤولي الدفاع والأمن الأمريكيين البارزين إلى العاصمة التايوانية تايبي، والذي اعتبره الكثيرين أنه تحذير لبكين. ووصل الوفد الأمريكي إلى تايبي برئاسة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مايك مولين. وقالت بكين أنها تعتزم إعادة تايوان تحت سيطرتها بأي وسيلة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أن أي محاولات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم تايوان ستكون عبثية وغير مجدية. أودت الفيضانات التي تجتاح أستراليا بحياة 12 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة، فيما تتجه الأمطار نحو سيدني، حيث أطلقت السلطات تحذيرات للسكان. ومنذ أسبوع تهطل الأمطار غزيرة على ساحل البلاد الشرقي، وقد جرفت مياه الفيضانات سيارات وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم بعدما قمرت المياه شرفاتها وأسقفها تماما. وبعد إلحاقها دمارا في ولاية كوينزلاند، توجهت العاصفة جنوبا وتسببت في هطول أمطار غزيرة وإطلاق سلسلة من التحذيرات من فيضانات محتملة في نيو ساوث ويلز، خصوصا في سيدني كبرى مدن أستراليا. في الخبر الأخير، ربما يكون عدو رجل لمسافة 100 متر في 27.8% الثانية أمرا غير مثير للاهتمام، لكن الأمر يختلف عندما يكون عمر هذا الرجل 102 عاما. الرياضي التايلاندي سوانغ جامبارام يشتهر بكونه أقدم عداء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وشارك 4 مرات في بطولة تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين. وفي مطلع الأسبوع خلال الدورة 26 للبطولة التي أقيمت في مقاطعة ساموت سونجرام بجنوب غربي البلاد، فاز بجميع الميداليات الذهبية في فئة 100 و105 عاما، إذ تجاوز جميع المنافسين في تلك الفئة العمرية. وعندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال سوانغ: ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا، بالإضافة إلى ذلك تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا. ويعتاد سوانغ المشي يوميا مع ابنته سيريبان البالغة من العمر 70 عاما، مع القيام بأعمال منزلية بسيطة. وقد أتى التدريب بثماره، إذ كان الوقت الذي استغرقه سوانغ في سباق 100 متر هذا العام أفضل رقم شخصي ورقم قياسي جديد لفئته العمرية في تايلاند. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة مواطن بفيروس كورونا اليوم. انخفاض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية في جلاس. تحقيق نتائج زراعية جيدة في الإقليم الأوسط بفضل إدخال البذور المحسنة. الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة خيرسون الساحلية جنوب أوكرانيا. الصين تهدد واشنطن بدفع ثمن باهظ بعد وصول وفد أمريكي إلى تايوان. وارتفاع حصيلة خط الفيضانات في أستراليا، والأمطار تتجه إلى سيدني. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.